الو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن عندي كم تليفون ثريا اسجلهم عندكم؟ يا اهلا وسهلا. مين معي بالله؟ زبكريت، خليك معي زبكريت ثواني. الو والله ثواني. ايه يا حبيبي. يا هلا يا هلا. الو الو ايوه مرحبا. يا هلا. انا شفت الرقم على تلفزيون الدنيا انه لازم اذا عندي تليفون ثريا اسجله عندكم، صح؟ اهلا وسهلا فيك. ممكن اعرف مع مين عم بحكي انا او على اي فرع عم بحكي؟ والله انا بدي احولك على المهندس المختص. على اي مؤسسة عم بحكي انا هلا؟ ثواني والله. نحن إدارة الاتصالات أخي الكريم. إدارة الاتصالات؟ نعم. طيب ممكن أعرف ليش السبب؟ يعني بدي أسجل تليفوني الثريا، أنا جبته من الأردن معي. 100 أهلا وسهلا فيك. مين حضرتك بس؟ اسمي أحمد الطيب. أحمد الطيب. ممكن طيب سؤال قبل ما أعطيكم الاسم، لازم أدفع رسوم يعني؟ ما بتوقع يا أخي، والله بدك تحكي مع المهندس المختص. ايه بتحب تحكي بحولك فورا. بس أبو أيهم قال لي إنه ما في داعي تسجل. أبو أيهم أنا واسطتي من عند أبو أيهم. مين أبو أيهم؟ أبو أيهم بالفرع 3 5. يا أخي 100 أهلا وسهلا فيك. أنت لأنه أنا عم بصور المظاهرات اللي عم بتنادي بإسقاط النظام، لهيك أنا محتاج لتليفون ثريا ما يكون مسجل. أيوة. طيب عندك رقم أنت؟ أكيد عندي رقم. شو الرقم؟ طيب ما أعرف مين أنت بالأول أعطيك الرقم ولا لا، بس تعطيني السبب ليش لازم نسجل تليفون الثريا عندكم هلا؟ ليش لازم أسجل عندكم؟ 100 أهلا وسهلا فيك. نحن إدارة الاتصالات. بتحب تسجل؟ أنا بحولك على المهندس المختص. أنا عامل مقسم يعني. أنت عامل مقسم. طيب ما بدنا نعرف شو السبب؟ أنتوا عم تشتغلوا بهذا الشيء بدون سبب؟ يا أخي أنا في مهندس والله ما بعرف الأمور هذه. بتحب تحكي أنا فورا بحولك. طيب إدارة الاتصالات ولهي الساعة فاتحة؟ صارت الساعة 10:30 وفاتحين لهلا؟ نحن دائما فاتحين. دائما فاتحين. طيب ممكن تحولني على المهندس المختص أو على الفرع المختص؟ لا في مهندس عندنا نحن. مهندس. طيب يلا خليك بس إذا عندك رقم الله يخليك. بدي أجهزه للمهندس بعد إذنك. يلا. الو. ايوه يا هلا. اخي الكريم انا شفت على تلفزيون الدنيا انه لازم اتصل على هذا الرقم اذا عندي تليفون ثريا، صح؟ نعم. طيب ممكن اعرف شو السبب؟ لانه انا عندي تليفون ثريا، ممكن اعرف شو السبب؟ والله لانه هي الخدمه عندنا ببلدنا لها قوانين يعني، فهمت كيف؟ فاللي بيستخدم جهاز عندنا بسوريا بده يسجله نظامي يعني يترسم بيتسوى وضعه، يعني اذا كان داخل بشكل غير نظامي. يعني شلون يعني بشكل نظامي او غير نظامي؟ هذا عباره عن جهاز تليفون، جهاز لاسلكي، ما هيك كل دول العالم اخي، مو نحن عندنا يعني شيء خارج عن البشر، يعني نحن جزء من العالم، والعالم كله ما بظن حدا بيستخدم اي جهاز في اي دولة في العالم بدون ما يكون في قوانين ملزمة، ما هيك؟ بس انا عم بستخدمه من اكثر من سنة، وهلا ليش هلا فجأة طلبتوا هالشيء؟ والله هلا لانه حاليا نحن هيك صار في مؤامرة يعني في سوريا حاليا ولا ليش؟ انت عم تحكي معي معناتها الظاهر انك حاسس في صدق انك عم تسجل المكالمة، ما هيك؟ لا ما في نهائيا. لا هيك عرفني على اسمك اذا سمحت. طيب حتى نكون واضحين لانه بدك تكون واضح معي لحتى اكون واضح معك. انا واضح معك، انا اسمي احمد. لا مالك واضح، اعطيني اسمك والله. احمد الطيب، سجل عندك. نعم. منين عم تحكي؟ بحكيك من قلب حمص. نعم. طيب كافية هاي المعلومات؟ نعم كافية المعلومات اللي اعطيتك اياها؟ احمد الطيب ابن مين مثلا اسم الثلاثي؟ احمد محمد الطيب ابن محمد الطيب.
ما بعرف يعني شو الغاية من حديثك، أنا ما فهمت لحد الآن. لا الغاية أنا شفت على تلفزيون الدنيا إنه اللي عندكم هواتف الثريا لازم تسجلوها. أنا بدي استفسر ليش السبب، يعني في سبب معناه في سبب. عمل لك نحن إنه لازم هي الموضوع هذا يخضع لرخصة، لأنه في عنا مشغل في سوريا نظامي، ولازم تكون نحن عن طريق هالمشغل هذا الأجهزة فقط، ما أكثر من هيك. مشغل نظامي قديم على فكرة، مو طلع مشان الأحداث هلا ولا مشان هالشيء. هذا المشغل موجود بسوريا من 2000. فنحن مثل أي دولة إنه لازم يكون الإنسان اللي عندنا بلدنا يخضع لقوانين البلد، ما أكثر من هيك. طيب ممكن أعرف هذا الرقم اللي أنتوا حاطينه شو لأي فرع ولا أي مؤسسة متصل أنا هلا؟ نحن تابعين للاتصالات سورية. إيه وين صايرة مكانكم؟ وين صايرة مكانكم؟ بالشام. إذا بتحب تجي على المؤسسة بندلك، ما في مشكلة بالشام. لا بمكان ما أنتوا هلا متواجدين، مكان ما أنا هلا عم بتصل، شو وين أي شارع بأي منطقة؟ بالشام بالاتصالات، مؤسسة الاتصالات. ايه مؤسسة الاتصالات وين؟ انا من حمص، ما بعرف وين الشام. وين بالشام على الضبط صايرة؟ ممكن تدلني اجي اسجل عندكم؟ رقم موبايلك طيب؟ نعم. تعطيني رقم موبايلك. ليش بدك رقم موبايلي؟ هيك لانه انا حاسس انه انت عم تحكي هيك مثل تحكم، يعني مالك عم تحكي بشكل جدي، يعني عم تحاول تحصل على معلومات لحتى تستخدم هذا الشيء. ما شايفه انه من شو خايفين؟ انتوا عم تعلنوا عن رقمكم على تلفزيون الدنيا، من شو خايفين يعني؟ نحن مالنا خايفين. طيب اعطيني عنوان لك، اعطيني العنوان محل ما انتم موجودين هلا. بتجي انت بكره بتجيب جهازك؟ بجيب جهازي وبجي انا براسي، بتأمر وامر. طيب مؤسسة الاتصالات. ايوه. مديرية الترددات. مديرية الترددات وين هي صايرة؟ بأي شارع؟ بشارع المسجد، مؤسسة الاتصالات العامة، مؤسسة عامة الاتصالات. ومين معي على الهاتف؟ أو مين راح يستقبلني هنيك؟ في حدا من الشباب راح يستقبلني؟ بتطلع أنت على هونيك مديرية الترددات على الطابق الخامس في المؤسسة بيدلوك. ممكن تعطيني موعد؟ باسم أحمد الطيب، ممكن تعطيني موعد؟ لأنه وقتي ضيق، ما فيني أطول عندكم كتير، لأنه في مظاهرتين 3 لازم أصورهم وأبعتهم على الجزيرة، متواصل معاهم عن طريق الثريا. في مظاهرتين لإسقاط النظام بكرة لازم أصورها، فوقتي ضيق. ممكن تعطيني وقاحة يعني، بس هيك عبارة عن أنه عم تتحدى يعني، بس واضح أنك إنسان يعني مالك طبيعي. ليش بقى؟ مظاهرات سلمية عم بيضمن لنا الدستور. أعطيتك العنوان، إذا بدك تجيب جهازك يا أخي أهلا وسهلا، ما بدك تجيبه أنت بتكون مخالف للقانون، غير هيك ما فيني أحكي. طيب شو هي العقوبة؟ أعطيتك العنوان. شو هي العقوبة يا أخي؟ ما في عقوبة يا أخي، ما حدا جاب سيرة عقوبة. جهاز بدك ترخصه بس، ما أكتر. جهاز مثل أي دولة عندها نظام بدك تستخدم هالجهاز هذا بشكل شرعي بس، ما أكتر من هيك. طيب إذا ما حد ما سجلوه في عقوبة ولا ما سجلوا؟ أي دولة في العالم ديمقراطية، أنتم عم تدعوا الديمقراطية إنه عم تتمثلوا فيها، في عندها نظام بدك تحترمه إذا بتروح عليها، ونحن هالدولة كمان إلها قوانين وأنظمة بدك تحترمها، ما أكتر من هيك. طيب هن عم بيحترمونا لما عم نطلع مظاهرات، ليش عم بيقتلونا؟ ما حدا عم يقتلك يا أخي، الله يخليك، نحن موضوعنا ما لي دخل. أنا عم بحول الفيديوهات، أنا عم بصور، أنا شفت شلون عم بيطلقوا الرصاص الحي يا أخي. هالشغل إذا سمحت ما لنا دخل فيها، ما لنا علاقة بالموضوع. نحن عم نحكي معك بشكل خاص بموضوع الاتصالات بجهاز معين. عندك جهاز تحب ترخصه دليناك على الطريق، ما عندك الله معك أخي، بدي أضطر أنهي المكالمة، أنا آسف، الله معك. ماشي